السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي النهاردة في فيديو جديد هنتعلم فيه بإذن الله غرزة جديدة ومميزة. هي غرزة شتوية، وطالما غرزة شتوية يبقى أكيد لازم هنستخدم فيها خيط صوف، وكل ما كان الصوف أتخن كل ما كانت الغرزة ظاهرة وأشيك يعني. فهنبتدي مع بعض نبتدي نعرف الغرزة بتتعمل إزاي. هنبتدي نعمل في البداية غرزة البداية بتاعتنا. انا هنا جايبه خيط صوف ويا ريت تبقي تستخدمي خيط، يعني الخيط الصوف يبقى الابره اصغر منه شويه. يعني لو الابره المفروض تستخدميها مقاس 3 لا استخدمي مقاس 2، وهكذا. لو الابره المفروض تستخدميها مقاس 4 خيط صوف تخين استخدمي مقاس 3 عشان الغرزه تطلع مسبوكه وتطلع كويسه معاكي. بنعمل عقده البدايه بتاعتنا وبنبتدي نطلع نعمل مضاعفات العدد 12، لان الشكل معانا بيتكون تكوينه 12 غرزة. فانا عملت غرزة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بفضل اعمل تكرار العدد 12 لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. لو هتعملي بطانية شوفي الطول اللي انت عايزاه ايه وكرري مقاس عدد 12 لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. انا هنا عملت 24 غرزة عشان هكرر لك الغرزة مرتين عشان تشوفيها، وانتي طبعا زودي بقى براحتك. بعد ما عملنا مضاعفات العدد 12 باخد لفة على الابرة وبسيب اول غرزة وتاني غرزة، بنزل في تالت غرزة وبعمل عمود بلفة. اتكون عندنا دلوقتي عمودين، اللي هو الارتفاع واللي هو العمود اللي احنا لسه عاملينه الجديد ده. تمام. هبتدي انزل في الغرزة اللي بعدها السلسلة اللي بعدها واعمل عمود بلفة. كده بقى عندي 3 اعمدة، 4 5. بقى عندي 5 اعمدة. بعمل 2 سلسلة وبنزل في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها برضو عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة. كده عملت 4. بعمل 5 أعمدة اهي. عملت 5 أعمدة، 2 سلسلة 5 أعمدة. بعد ال5 أعمدة دول باخد لفة على الإبرة وبسيب 2 سلسلة وبنزل في التالتة وبعمل عمود، وهبتدي اعمل 5 عمود بلفة بعد ما سيبنا ال2 سلسلة. بعد ما عملنا خلاص سيبنا 2 سلسلة وعملنا 5 عمود، بنعمل 2 سلسلة فوق اهو، وبننزل في الغرزة اللي بعدها على طول ونعمل العمود. عمود 2 3 4 5. بص اتكون معايا شكل الزجزاج، غرزة الزجزاج دي الاساس بتاعت الغرزة بتاعتنا. طيب عايزين نعمل بقى الغرزة بتاعتنا. هنعمل ازاي؟ هنطلع 1 2 3 4 5، بنطلع 5 سلسلة وبندور الشغل بالشكل ده. طيب ال5 دي ارتفاع. احنا هنشتغل دلوقتي في الغرزة اللي هي رقم 3 هنشتغل فيها، فعشان نعوض الغرزتين دول العمودين اللي هنسيبهم فبنعمل كمان 2 سلسلة. يعني كده عملنا 7 سلسلة. ال5 يعتبروا ارتفاع وال2 يعتبروا المسافة دي. تمام. طيب باخد بعد كده عشان نعمل الغرزة بتاعتنا باخد 3 لفات على الإبرة وبنزل في العمود رقم 4. سيب الأول والتاني والتالت وانزل في العمود رقم 4 ده،
واعمل عمود ب3 لفات. بسحب الخيط كده وبخرج حلقتين لفة واخرج حلقتين لفة واخرج حلقتين، في كل مرة باخد لفة واخرج حلقتين عشان يبقى معايا العمود الطويل ده. بكررها تاني في نفس المكان، باخد 3 لفات على الإبرة وبنزل في نفس الغرزة اللي عملت فيها العمود الطويل ده، واسحب الخيط واعمل نفس اللي عملته، اخرج في كل مرة لفة وحلقتين. اهو اتكون عندي عمودين في نفس الغرزة. باخد 3 لفات على الإبرة وبروح للعمود رقم 5 وبنزل اعمل فيه العمود اللي ب3 لفات بتاعنا بالشكل ده. باخد 3 لفات على الإبرة وبنزل في الفراغ اللي هما السلسلتين اللي عملتهم وبعمل فيهم 2 عمود ب3 لفات. بالشكل ده. بعد كده بعمل 2 سلسلة وبعكس بقى، بعمل هنا برضو، هنا بعمل 2 عمود ب3 لفات جوه الفراغ، اهو. بعد كده 3 لفات على الإبرة وبروح للعمود اللي بعده على طول وبعمل عمود، باخد 3 لفات وبروح للغرزة اللي بعدها وبعمل 2 عمود في نفس الغرزة اهو بالشكل ده. كده اتكونت الغرزة بتاعتنا معايا. بروح على طول للمجموعة اللي بعدها اللي هي ال7 اللي بعدها، بفوت اللي هو التناقص اللي انا عملته تحت ده مش بشتغل فيه خالص، شغلي كله على الجزء اللي فوق. باخد 3 لفات على الإبرة وبروح على طول للعمود رقم 4، بسيب 1 2 3 وبدخل في العمود رقم 4 وبعمل فيه عمود ب3 لفات. في نفس المكان 3 لفات على الإبرة وفي نفس المكان هعمل عمود تاني، نعمل عمودين في نفس العمود الأولاني. 3 لفات على الإبرة وبروح للعمود رقم 5 وبعمل فيه عمود. 3 لفات على الإبرة بروح للفراغ وبعمل فيه 2 عمود ب3 لفات. بعد كده بعمل 2 سلسلة وباخد 3 لفات على الإبرة وبنزل في الفراغ نفسه أعمل 2 عمود ب3 لفات برضو. تلات لفات على الإبرة وبروح للعمود اللي وراه وبعمل فوقه عمود واحد. 3 لفات على الإبرة والعمود اللي بعده بعمل فيه 2 عمود. اهو بالشكل ده. وزي ما هنا عملنا 2 غرزتين 2 سلسلة والارتفاع بتاعنا، فهنا برضو هنعمل 2 سلسلة وبديل الارتفاع هنعمل العمود اللي ب3 لفات بتاعنا في اخر عمود هنا. اهو بقت معايا الغرزة بالشكل ده. طيب عشان نعمل الدور اللي بعده بنعمل ايه؟ بنطلع 1 2 3 4، بطلع 4 سلسلة ارتفاع. بدور الشغل بتاعي، باخد لفة على الإبرة، بسيب أول عمود وبنزل في العمود التاني وأعمل عمود بلفة، عمود بلفة عادي خالص، والعمود اللي بعده هعمل عمود برضو بلفة. احنا المفروض المجموعة بتاعتنا 5 أعمدة، سيبنا واحد اهو، عملنا أول 1 2 1 2، عملنا 3 كده 3 4، رقم 5 بعمله جوه الفراغ عمود بلفة. بعد كده بعمل 2 سلسلة وفي نفس الفراغ اعمل عمود بلفة، وارجع اعمل على كل عمود طويل عمود بلفة ما عدا العمود الاخير. اعمدة بلفة عادية خالص، اشتغلت فوق كل الاعمدة ما عدا العمود الاخير، يبقى انا سبت العمود الاول وسبت العمود الاخير
واشتغلت في الفراغ عمودين ما بينهم 2 سلسلة. هتنقل على طول للمجموعة اللي بعدها، وبرضو هسيب اول عمود وهنزل في العمود التاني واعمل عمود بلفة، وفوق كل عمود هعمل عمود بلفة. العمود الخامس بعمله جوه الفراغ وبعمل 2 سلسلة وبرضو عمود تاني جوه الفراغ، وهشتغل فوق كل عمود عمود، وهسيب العمود الاخير مش هشتغله زي ما سبت العمود الاول. خلصت خلاص الدور بتاعي، بعمل واحدة سلسلة، باخد لفة على الابرة وبسيب سلسلتين 1 2 وبدخل في التالتة واعمل عمود بلفة عادي عشان اقفل الشغل بتاعي. زي ما بديت بنهي بالشكل ده. كده يعتبر الوحدة، يعني هو الدور بتاعنا الشكل بتاعنا مكون من 3 ادوار، دور زجزاج ودور اللي هي شبه الصدفة بتاعتنا اللي هي الاضلاع الطويلة دي، الاعمدة الطويلة، ودور زجزاج فوقيه تاني. في الوقت ده ممكن انهي الشغل بتاعي. لو عايزة تغيري اللون، لو عايزة تكملي اوكي كملي بنفس اللون، عايزة تغيري اللون بتنهي الشغل بتاعك وبتبدأي باللون الجديد. هبدأ عقدة البداية، بدخل في اخر سلسلة عملتها، بسحب الخيط بتاعي الجديد وبعمل منزلقة، بعمل حشو. وطبعا كل الخيوط دي بتتدارى معايا بعد كده. ببتدي اطلع 8 سلسلة ارتفاع، 1 2 3 4 5 6 7 8. ليه عملت 8؟ انا عندي 5 ارتفاع بتوع العمود الطويل اللي هعملهم، و3 بديل ال3 غرز اللي انا هسيبهم، لاني هسيب ال3 دول مش هشتغل فيهم. هاخد 3 لفات على الابرة وهروح للعمود رقم 4، العمود رقم 4 على طول، وهبتدي اعمل فيه عمود ب3 لفات. هاخد 3 لفات على الابرة وهنزل في نفس المكان اعمل عمود ب3 لفات، 3 لفات على الابرة وهنزل العمود اللي بعده وهعمل عمود فوق العمود. شغلنا كله بعد كده بال3 لفات الاعمدة الطويلة. بعد كده باخد 3 لفات على الابرة وبنزل في الفراغ وابتدي اعمل 2 عمود ب3 لفات في نفس الفراغ. بعد كده بعمل 2 سلسلة و3 لفات على الابرة وانزل في نفس الفراغ ده واعمل 2 عمود ب3 لفات. بعد كده باخد 3 لفات على الابرة وبروح للعمود ده وبعمل عمود واحد ب3 لفات. بعد كده هروح 3 لفات وهروح للعمود اللي بعده واعمل 2 عمود ب3 لفات في نفس الغرزة. اتكون عندي الشكل ده اهو. عملت في العمود رقم 4 2 عمود ب3 لفات، والعمود رقم 5 عمود واحد. جوه الفراغ عملت 2 عمود ب3 لفات وبعدين 2 سلسلة وبعدين 2 عمود في نفس الفراغ. العمود اللي بعده عملت عمود واحد، العمود اللي بعده عملت 2 عشان يديني الشكل ده. بروح بعد كده على طول للغرزة اللي بعدها، بسيب برضو 1 2 3 وبدخل في الرابعة. باخد 3 لفات بتوعي وبدخل في الرابعة هنا وبعمل العمود اللي ب3 لفات، 3 لفات على الإبرة وبروح تاني في نفس المكان واعمل عمود تاني، 3 لفات وبعمل العمود الأخير ده بعمل فيه عمود واحد بس، 3 لفات على الإبرة وبنزل في الفراغ ده وبعمل عمود، 3 لفات على الإبرة وبعمل عمود تاني وبعدين 2 سلسلة، 3 لفات على الإبرة وفي نفس الفراغ أعمل 2 عمود.
3 لفات على الابرة، بروح للعمود اللي بعده وبعمل فوقه عمود. 3 لفات على الابرة، العمود اللي بعده بعمل فيه 2 عمود. بعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وباخد 3 لفات على الابرة وبروح بعد 1 2 3. الغرزة التالتة دي بعمل فيها العمود بتاعي عشان الشغل يطلع معايا مظبوط بالشكل ده. بعد كده هعمل الدور اللي هو الزجزاج. بعمله ازاي؟ عشان اعمل الدور الزجزاج ده الاول بصي عشان ما تتلخبطيش، بتطلعي التلاتة بتوعك الارتفاع وبعدين تشوفي بعد كده هتدخلي فين. احنا هنا هسيب اول عمود وتاني عمود وهدخل على طول في العمود التالت، فهنسيب غرزتين، هنسيب سلسلتين، فهعمل بديلهم 2 سلسلة بالشكل ده عشان ما تتلخبطيش. تمام. بعمل اعمدة عادية بس بسيب العمودين دول وبعمل فوق كل عمود عمود. ال3 أعمدة دي فوق كل عمود عمود. باجي جوه الفراغ وبعمل 2 عمود عشان اكمل ال5 أعمدة بتاعتي، عشان هما لازم 5 أعمدة. بعمل 2 سلسلة وبعمل في نفس الفراغ 2 عمود بلف، وارجع اعمل فوق العمود ده عمود، وفوق العمود ده عمود، وفوق العمود ده عمود، وبسيب العمودين دول زي ما سبت العمودين الاولانيين بالشكل ده. بروح للفراغ المجموعة اللي بعدها، باخد لفة على الابرة، بسيب 2 عمود وباجي في التالت واعمل عمود، وفوق الرابع ده عمود، وفوق الخامس ده عمود. كده عملنا 3 أعمدة، فاضل لنا 2 عمود هنعملهم جوه الفراغ، 1 2 و2 سلسلة و2 عمود جوه الفراغ. بعد كده هروح للعمود اللي بعده اعمل عمود، واللي بعده اعمل عمود، واللي بعده اعمل عمود، وبعدين 2 سلسلة ولفة على الابرة، وبعد هنا 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ادخل في ال5 واعمل عمود اهو بالشكل ده. يطلع الشغل معاكي مظبوط من الجوانب. طبعا الخيوط دي بتتنضف بعدين. بنكرر الغرزة بتاعتنا ما بين كل صدفة وصدفة بيبقى فيه غرزة زجزاج. تمام كده يا رب يكون عجبكم. بتكرري بقى الطول اللي انت عايزاه والعرض اللي انت عايزاه، بتعمليه تكرار العدد 12، لان ال 12 غرزة بيعملوا معايا شكل الصدفة دي اللي انا عايزاها. طبعا ليكي حرية الاختيار طبعا في الالوان بتاعتك، انا هنا بس بوريكي كتجربة انك تعرفي بس الغرزة، انما الالوان دي براحتك خالص. وكل ما كان الصوف اسمك كل ما كانت الغرزة اوضح واشيك. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم، ويا رب يكون قدرت افيدكم، ومع بعض ان شاء الله في فيديو جديد وحاجات جديد اجدد واحلى وترند باذن الله.